هل فعلا حصلت مجاعة في مصر وإن المصريين ما كانوش بيلاقوا حاجة ياكلوها غير القطط والكلاب؟ أيوة فعلا حصل، والمصريين يا عزيزي أكلوا لحم القطط والكلاب، والكلام ده حصل في زمن الخليفة الفاطمي المستنصر بالله لما جفت مياه النيل لمدة 7 سنين متواصلة، وحصلت اضطرابات داخلية جوه مصر، وكانوا الناس مش لاقيين حاجة ياكلوها لدرجة إنهم أكلوا لحم البشر، ورغيف العيش وصل ثمنه ل50 دينار، والكلب وصل ثمنه ل5 دينار. ده حتى الكلاب والقطط الناس ما كانوش لاقيينها. ومن بشاعة المجاعة ديت ان الناس اكلوا البغلة بتاعة الخليفة الفاطمي نفسه، والخليفة ما كانش بيلاقي حاجة ياكلها لدرجة ان كانت في واحدة بتتصدق كل يوم عليه برغيف عيش، لحد ما الخليفة استعان باحد رجاله وهو بدر الدين الجمالي، اللي قدر انه يرجع الامور لطبيعتها مرة تانية. وبسبب الجميل اللي عمله بدر الدين الجمالي مع المصريين اطلقوا اسمه على اهم حي من احياء القاهرة، وهو حي الجمالية.